يا ترى الناس قبل اختراع الادويه الطبيه والكيماويه كانوا بيستخدموا ايه؟ يا ترى اللي كان بيحس بألم ولا بصداع ولا بألم في العضلات ولا في المفاصل ولا في الرقبه ولا في الظهر كان بيعمل ايه؟ يا ترى الناس ديت كانت عايشه ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو انت اول مره بتشوفني فانا اسمي حسام، ولو انت على اليوتيوب فانت على قناه تجارب، ولو انت على الفيسبوك فانت في الغالب بتشوفنا من على صفحتنا الشخصيه. انا جاي النهارده اجيب لك معايا الاجابه. هي مش اجابه، هي هديه بصراحه. يعني هنستغنى شويه بقى عن المسكنات اللي هي الكيماويه والصيدليه، وهنستخدم ان شاء الله شويه حاجات حقيقيه طبيه موجوده عند العطار، وفي منها عندك جوه في المطبخ وانت مش عارفها ولها فوائد عظيمه. اول ماده معانا النهارده الا وهي القرنفل. والقرنفل ده احد يعني العظماء واحد الملوك عندنا في طب الاسنان. صراحه مفيش عياده ما فيهاش قرنفل. ليه؟ لان ليه خصائص قويه جدا جدا في تسكين الم الاسنان. ليه بقى؟ طيب لان هو بيتكون من ماده الايوجينول، وماده الايوجينول ديت احد مضادات الاكسده العظيمه بصراحه يعني. فبالتالي احنا بنستخدمه كدكاتره اسنان بشكل كويس جدا في تسكين الالم. لما بيجي لنا عيان كده مثلا وعنده مشكله والالم شديد جدا ومش قادر ان احنا حتى نشتغل له ولا حتى ياخد حقنه البنج، فبنديله كده حبيتين قرنفل يضغط عليهم لمده 5-6 دقائق، بتلاقي الدنيا هديت معاه شويه لحد ما. ومش بس كده، كمان القرنفل بيعمل عندنا فايده ثالثه عظيمه جدا في طب الاسنان، الا وهي ان هو بيساعد في التخلص من امراض اللثه. ليه؟ ما انا لسه قايل لك هو من مضادات الاكسده، ومضادات الاكسده بتساعد في التخلص من التهابات البكتيريا، وبالتالي بيساعدنا في ان احنا نتخلص من التهابات اللثه. كمان القرنفل ليه فوائد بالنسبه للمعده، بيساعد في التخلص من الانتفاخ وعسر الهضم، وكمان بيساعد في التخلص من قرحه المعده. موتوسيكلات وعجل واجهزه كمبيوتر ووجبه من الكانتين اللي مش عاوزين تقربوا له ابدا وترابيزات بلياردو وبنج. تخيل، ده القرنفل بس. ومش بس كده، ليه فايده ثالثه عظيمه جدا في المناعه، بيزود المناعه. طب ليه؟ لانه بيحتوي على فيتامين سي. فتخيل دي ماده واحده فيها كل الفوائد العظيمه دي بالنسبه للاسنان وبالنسبه للمعده وبالنسبه للمناعه بشكل كلي. فسبحان الله، يعني سبحان الله، الناس القديمه ديت فعلا كانت ناس معتقه، عشان كانت بتستخدم الطبيعه، بتستخدم حاجات من الطبيعه، لكن احنا بنجري على الصيدليات والعلاجات وبتاع وسبحان الله يعني ايد الانسان ما بتدخلش في حاجه الا لما بتفسد فيها بعض الشيء كده يعني. فاستخدم القرنفل كويس جدا يعني. نيجي للماده الثانيه معانا النهارده الا وهي الكركم. وماده الكركم ديت فايده جميله قوي للجماعه بتوع الجيم. الجماعه بتوع الجيم بقى والجماعه بتوع لعب الكوره والجماعه دول، مادة الكركم ديت فيها مادة الكركمين، والكركمين ديت برضه من أحد مضادات الأكسدة، وبرضه بتستخدم في تسكين ألم العضلات بعد التمرين. فالكركم رائع جدا جدا في النقطة دي، وكمان بيعمل كمضاد للالتهاب في ألم المفاصل وألم العظام. أما الكركم بالنسبة للأسنان فهو بيعمل لي فايدتين عظيمتين جدا. أول حاجة برضه زي ابن عمه القرنفل بيساعدني في التخلص من التهابات اللثة، وبسبب ان هو بيكون ليه خصائص مضاده للبكتيريا والفيروسات. ما احنا لسه قايلين كركم مضاد اكسده، او اللي هو بيحتوي على ماده الكركمين اللي هي بتكون مضاد اكسده، وبالتالي بيكون ليه خصائص مضاده للبكتيريا والفيروسات. طيب النقطه الثانيه واللي ليها فايده جميله جدا، ان انا اقدر استخدم الكركمين مع زيت جوز الهند كمعجون للاسنان، وليه فوائد عظيمه جدا 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 في تبييض الاسنان. فالجماعه بقى اللي عايزين يبيضوا اسنانهم وانت في البيت، استخدم الوصفه دي هتساعدك ان شاء الله. يا اخي ثالث نوع معانا ده انا اكتشفته بصراحه، او ما اكتشفتوش يعني، اللي هو اتفاجئت لما عرفته. ورق الصفصاف. اكيد انت عارف شجر الصفصاف اللي مرمي على الترعه والمصرف ونهر النيل والحتت دي. تخيل بقى ورق الصفصاف ده الماده الاساسيه اللي فيه بتكون ماده السليسين، وماده السليسين ديت هي الماده الاساسيه في تصنيع الاسبرين. فتخيل بقى كل الفوائد اللي انت بتستخدم فيها الاسبرين، من تسكين الحراره، تسكين الم الاسنان، الصداع النصفي، الم المفاصل، الم العظام. عندك مثلا الناس اللي بتعاني من نوبات قلبيه لانه بيعمل على سيوله الدم. كل الاستخدامات ديت تقدر تستفاد منها من ورق الصفصاف. وبما ان الاسبرين كده كده ناقص في السوق، وكل ما تروح الصيدليه يقول لك تقول له عاوز اسبرين، يقول لك لا والله مش موجود، ده ناقص. فانت عندك بديل طبيعي جدا تقدر تستفاد بيه، وتقدر تجيبه بكل سهوله، يا اما من على الترعه اللي جنبك، يا اما من عند الراجل العطار اللي عندك في البلد. تروح تقول له كده عاوز شويه ورق صفصاف، تاخد منه شويه الورق الصفصاف، تروح تغسلهم وتغليهم وتشرب الميه بتاعتهم. عظيم يعني. الحمد لله والله يعني. كل هذه يعني دي نعم من ربنا عز وجل علينا تستوجب الحمد يعني. فالحمد لله. نيجي بعد كده للزنجبيل. والزنجبيل ابن عم الكركمين. فشايف زنجبيل وكركمين الاثنين ولاد بعض، قريبين من بعض يعني، قريب بعض. ليه بقى؟ لانهم الاثنين بيستخدموا في تسكين الم العضلات الناتج من التمرين. فانت سواء بقى استخدمت الزنجبيل سواء استخدمت الكركمين، الاثنين هيدوك نفس النتيجه ان شاء الله. بس الزنجبيل كمان بيكون مسكن كويس جدا جدا جدا. والناس كتير بتستخدم الزنجبيل اصلا على هيئه مسحوق، بتضيفه للاكل او للشاي علشان يضيف كده نكهه جميله جدا بالنسبه للاكل. فالزنجبيل مفيد جدا جدا. اشرب زنجبيل او حط زنجبيل على الاكل.
كويس جدا. نيجي بقى للملك الذي لا يخلو منه منزل، يعني مفيش بيت ما فيهوش توم، مفيش بيت ما فيهوش توم. التوم ده واحد من اكبر الناس يعني بيقولوا عليه مضاد حيوي طبيعي، يعني تخيل التوم ده بيقول عليه مضاد حيوي طبيعي لانه هو اصلا بيساعد في التخلص من البكتيريا بشكل كبير جدا جدا جدا، وبالتالي بيساعدني في التخلص من الالام بتاعه الاسنان اللي بتحصل بسبب البكتيريا. واصلا اي مشكله بتحصل في الاسنان بتحصل بسبب البكتيريا والتسوس، فانت كونك بتقدر تستخدم التوم فانت بتدي لنفسك ايه مناعه ضد البكتيريا، وده مضاد حيوي طبيعي. بس خليك بالك وخليك عارف ان التوم في شكله الطبيعي لما بيتطبخ بيفقد الخصائص بتاعته زي السبانخ مثلا. السبانخ بيقولوا ان هي مفيده جدا 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 في ان هي بتكون فيها معادن كتير بالاضافه للحديد اللي هو العنصر الاساسي فيها، ولكن الطبيخ والمواد ديت او الخضروات لما بطبخها للاسف بتفقد قيمتها، فما بنستفادش فيها بشكل كافي يعني، فاهمني؟ فدي الاشكاليه اللي في الحاجات دي. فلو تقدر بقى تستخدم كده التوم بشكل طبيعي وتستحمل الرائحه للاسف الكريهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بياكل توم ولا بصل، فهيفيدك برضه. وبقى ايه حاول تشوف بقى ايه طريقه تطهر بيها فمك بعديها يعني شويه. في مثل بيقول لك كتر الشطه يجيب بواسير. بصراحه المثل ده مش مظبوط 100%. ليه بقى؟ لان احنا عندنا الفلفل الحار بيحتوي على ماده الكابسيسين، وماده الكابسيسين ديت ليها خصائص قويه جدا 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 في تسكين الالم لما بنحطها على الجلد. طب ازاي؟ ليه؟ لأن هي بتقلل من المواد الكيماوية اللي بتنقل الإشارات العصبية اللي بتروح للمخ علشان ترجع للمكان تاني اللي حصلت فيه مثلا الخبط أو اللسعة، فهي عامل الجسم ردة فعل. فعندك مادة الكابسيسين ديت اللي موجودة في الفلفل الحار بتعمل إيه؟ بتقلل المواد إيه؟ بتقلل المواد اللي بتنقل الإشارات العصبية ديت، وبالتالي بتقلل إيه؟ الحصول الألم وبتقلل الشعور بالألم. آخر نوع معانا النهارده ألا وهو إيه؟ القرفة. والقرفه ديت واحده من اكبر المسكنات اللي بتستخدم منذ قديم الزمان، يعني لما بحثت عن الموضوع لقيت القرفه بتستخدم من زمان جدا كمسكن للقلب، والقرفه بصراحه بيبقى ليها طعم جميل جدا يعني لما بتضيف للاكل. والقرفه بيكون ليها تاثير مشابه جدا جدا اللي هي المسكنات اللي بتكون نون ستيرويد، وبالتالي بتساعد في تخفيف وتقليص الم الدوره الشهريه، وكمان بتساعد في تسكين الم الصداع النصفي وكده. فالقرفه كويسه جدا جدا برضو في تقدر تفيدنا في الحاجات دي. طيب سؤال اخير بقى قبل ما نقفل الحلقه النهارده، هل المسكنات الطبيعيه ملهاش اضرار خالص بالنسبه للمسكنات الكيماويه مثلا؟ بالاكيد لا، يعني اكيد لا خالص. ليها اضرار. يعني المسكنات الطبيعيه لما بستخدمها برضو بشكل مبالغ فيه وبشكل كبير ليها اضرار وبتعمل مشاكل، تمام؟ فانا عشان اتخلص من المشاكل ديت لازم استخدمها برضو بشكل طبيعي وبشكل ايه مش مبالغ فيه، ولا ان انا ايه يعني استخدمها عمال على البطال، لا، بالهوين كده وواحده واحده، وتلاقي الدنيا ايه بالنسبه لك بتقدر تستفاد منها وما بيحصلكش ضرر، وهو ده المطلوب اثباته، ان احنا نستفاد اقصى استفاده كويسه ونتجنب الضرر اللي ممكن يحصل من الحاجات دي. هديك مثال قبل ما اقفل، الا بماده ايه؟ بماده الساليسين اللي موجوده في اوراق الصفصاف اللي قلنا زيها زي الاسبرين. طبعا انت عارف ان الاسبرين ما ينفعش نستخدمه بالنسبه لمرضى الكبد والكليه، ما ينفعش استخدم الاسبرين بالنسبه لحد عنده نزيف لانه اصلا بيعمل سيوله في الدم، فلو هو حد عنده نزيف واديته اسبرين هتلاقي دي حنفيه الدم شغاله اصلا. ما ينفعش ان انا استخدم الاسبرين بالنسبه لواحده حامل او بترضع، كمان ما ينفعش ان انا استخدم الاسبرين لحد عنده قرحه لانه بالطبع بيزود القرحه، وبالتالي لازم اكون حذر في استخدام مثلا اوراق الصفصاف بالنسبه للحالات دي. اما غير كده استعمل يا باشا وما يهمكش. دي كانت الحلقه بتاعتنا النهارده، اتمنى تكون استفدت اي حاجه، ولو فرضا كده ان انت استفدت ان شاء الله ما تنساش بقى تعمل الفيديو ده بلايك وشير وسبسكرايب ودعم زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في القناه. اعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور. ولو انت على الفيسبوك ما تنساش برضو تتابع الصفحه علشان يوصلك كل جديد فيها باذن الله. اشوفكم في فيديوهات تانية جايه. كان في العمر بقيه. وقبل ما اقفل لو حد عنده اي سؤال سيبه في الكومنتات وان شاء الله نرد عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.